السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى الفيديو، لاني النهاردة كنت متحمسة كده شوية، وقلت طبعا بما اني خلصت التفريزات والحاجات دي، فاطلع بقى الحاجات اللي في الفريزر اللي عايزة تترتب، لاني تقريبا كل الحاجات اللي انا فرصتها حطها في الفريزر اللي تحت. فهحكي لكم الحكايه، بس استنوا عليا. تعالوا بس نبدا كده ونقول بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه. هنا زي ما انتم شايفين انا حاطه الحاجه بشكل عشوائي، لان اصلا الفريزر ما كانش مترتب ولا متنظف. يعني انا عايزه اقول لكم، خليني صريحه معاكم، انا مش بنضفه غير كل تفريزه. يعني مثلا لو بفرز حاجات الصيف بطلعه، بطلع كل الحاجات وانضفه وارجع ارتب الحاجات اللي انا خزنتها في الصيف. وهكذا ما بتيجي الشتاء وبفرز حاجات الشتاء، فبرجع تاني اشيل كل الحاجات وارتبه وانضفه واحط الحاجات الجديده. يعني كده خلينا بقى ماشيين على كده. فهنا بما اني كنت جايبه كمان زبده، بصوا انا حاطه الحاجات على بعض ولا انا عارفه ايه مكانه، وانا ما بحبش كده خالص. يعني ما بحبش اني كل ما اجي اجيب حاجه ادوخ عليها. فعملت ايه؟ قلت اطلع كل الحاجات اللي في الفريزر. انا عندي فريزر تاني تحت، بس هو اللي هو الصندوق، عارفينه؟ اللي هو الافقي ده، او اللي هو بيبقى بيتفتح لفوق، عارفينه طبعا كلنا. فالفريزر اللي تحت هو بياخد كميه كبيره وكل حاجه ما شاء الله، بس مش بيبقى مترتب. فانا بحط العلب والحاجات اللي انا بستخدمها على طول او بسحب منها على طول، فبتكون هنا قدامي او تحت ايديا. يعني الحاجات بقى اللي انا مش بستخدم منها كتير، زي الزبده، زي حاجه مثلا، او البواقي، الحاجات اللي انا مثلا هسيبها وقت وكده، دي الحاجات دي الحاجات اللي انا بنزلها تحت. يعني الزبده من الحاجات اللي انا بحب ان انا اخزنها في الفريزر اللي تحت، عشان ما تاخدش مكان هنا، لان هي اصلا بتاخد مكان كبير. فبصوا انا بطلع دي طماطم، بس انا كنت يعني مفرزاها حب كده زي ما هي، كان عندي شويه كده ولقيتهم هيبوظوا لو سبتهم في التلاجة، فرحت حطاهم في كيس وحطاهم في التلاجة. ودايما خليكي كده، يعني مثلا الحاجه اللي انت حاسه ان انت مش هتستعمليها في الاسبوع ده، ممكن يعني تظبطيها وتنضفيها وتحطيها في علبة وتحطيها في التلاجة، اسفة في الفريزر. فزي ما انتم شايفين كده فضيت بقى الحاجات. طبعا كده انا لسه ما جبتش الحاجات اللي تحت، يعني الخضار اللي انا كنت مفرزاه معاكم محطوط في الفريزر اللي تحت، بس انا هجيبه دلوقتي علشان ارتبه، لان الحاجات دي اللي انا بستعملها على طول. تمام. فهنا بقى انا الفريزر من جوه نضيف، يعني ما فيهوش اي حاجه، الادراج بس هي اللي مش نضيفه او مليانه كسر بقى من بتاع العيش ده، حاجات بقى متفرفته والكلام ده كله. فهنا بعمل ايه؟ بصراحه انا مش بفضل خالص خالص ان انا اكب ميه بقى في الفريزر وليفه وصابونه والكلام ده كله. انا ما بحبش كده، لان الحاجات دي بتبوظ من يعني ما تفرحيش قوي ان انتي بتعملي كده. حلوه ونضيفه وكل حاجه، بس بتبوظ الاجهزه بسرعه جدا جدا. وسالوني انا، لاني كنت بعمل كده في التلاجة بتاعتي القديمه، فباظت عندي البارومه، جت فيها من تحت كده، وده طبعا من الميه. فهنا بعمل ايه؟ بجيب فوطة وشوية مية وشوية خل وفقط لا غير، دول اللي انا همسح بيهم التلاجة من جوه، الفريزر من جوه. زي ما انتوا شايفين كده مسحت، بس مسح كده، وبرجع طبعا انشفه، مش بسيب فيه المية خالص. بصوا بقى، حابة ان انتي يعني حاسة ان هي برضو مش نظيفة او فيها حتت بقى مصفرة والكلام ده كله، ممكن نحط شوية كربوناتو على الخل، ونقطة واحدة بس من الصابون او سائل المواعين، وبسبونشة بس كده تمشي على الحتت اللي هي مثلا عندك مصفرة او عاملة الحاجات اللي انتي مثلا مش حباها او كده، وبفوطة برضو تكون مبللة كده، وتمسحي، ما تكبيش مية. فبلاش خالص حكاية المية دي، نخلي بالنا. تمام. هنا ببصوا انا بنشف مكان ما انا مسحت بالخل. الخل ده طبعا عشان التعقيم، وبيخلي ريحة التلاجة او الفريزر بتاعك حلو. تمام. فنشفت بقى كل اللي انا مسحته كده. طبعا المشكلة عندي او الموضوع كله في الادراج، يعني هي الادراج اللي عايزة تتغسل، وتتغسل بقى بالصابون وكده. بصوا انا بحب الفريزر الادراج. علشان ايه؟ طيب هقول لكم علشان بصراحة الحاجات فيه بتبقى مرتبة، غير اللي هو التاني اللي هو الافقي ده، مش بيبقى حلو خالص بصراحة. يعني ده عن تجربة، بحس ان هو بياخد كمية كبيرة، مش هكدب عليكم، بياخد كمية حلوة قوي، بس الحاجات فيه مش بتبقى مرتبة.
بصي بقى، عشان مثلا تجيبي حاجه من اللي تحت فلازم تشيلي كل اللي فوق علشان تجيبي كل الحاجات اللي انت عايزاها من تحت. فالموضوع يعني ايه، الحاجات بتتوه في بعضها حتى لو انا رصاهم. يعني مثلا ببقى عامله جنب فيه كذا وجنب فيه كذا، لا بس برضو بحس ان انا تايهه كده في الموضوع. بس يعني ايه، بحب بصراحه ان هو بياخد مكان كبير. بس كمان في عيب كمان في الفريزر اللي هو الافقي، بيبقى ساعات الحاجات بتلقط ريحه من بعض. يعني فاهمه، لو انت حاطه خضار او مثلا لو انا حاطه مانجا وحطيتها مع مع الحاجات التانية بيلقطوا من بعض ريحه، فانا مش بحب برضو ان انا احط فيه مانجا مثلا ويكون فيه بواقي الحاجات التانية. فالادراج هو منظم بصراحه وبيبقى حلو في الحاجات دي. هنا بقى هغسل الادراج بسائل مواعين عادي خالص والسبونج. رجعناها مرايه. هتيجوا بقى تسالوني عن نوع الفريزر. نوعه فريش. تمام، انا عندي اغلب الحاجات فريش، وطبعا في حاجات كتيره قوي ندمانه عليها ان انا جبتها. من ضمنها طبعا البوتاجاز، لان انتوا عارفين القصه بتاعته، والتلاجة. الاتنين دول مش حلوين خالص خالص. انما الفريزر ما شاء الله ما شاء الله دلوقتي داخل في 5 سنين او 4 سنين تقريبا، حلو جدا، والتبريد بتاعه كويس وكل حاجة يعني. بس هي في عيب واحد، الادراج بتاعته تحسوها ضعيفة شوية، يعني عايزة حذر في المعاملة. غير كده هو ما شاء الله كويس جدا. انما التلاجة زي ما قلت لكم كل شوية عارفين ان انتوا في الفريزر كده بيعمل تلج من جوه، بيخلي الانابيب بتاعة التبخير بتاع اللي هي التبريد بتتسد. فبرجع لازم كل شويه نشيله ونحط ميه سخنه في الفريزر والكلام ده كله، فمغلبني بجد وبتعمل ميه. والبوتاجاز زي ما قلت لكم اتكسر مني مرتين، ولما غيرته على فكره الاستانلس بتاعه مش هقول وحش ولا اي حاجه، لا هو حلو وكل حاجه، بس مش متظبط قوي زي طبعا لما تكوني انت جايباه من الشركه جاهز على بعضه او كل حاجه على بعضها يعني. تمام كده. هنا بقى غسلت الادراج ونشفتها كويس جدا، برضو ما تسيبيش فيها ميه. هبدا بقى ان انا ارص كل درج فيه حاجه. هنا بديت بالبطاطس. والله عايزه اقول لكم البطاطس دي بقى احلى حاجه، بتسهل عليا الدنيا قوي قوي يعني. عارفين انتوا بقى ايه، يعني مثلا الولاد عايزين ياكلوا اي حاجه سريعه كده، في بطاطس بقى وجبنه وحاجات من دي، فاهمين؟ طلعي كيس بطاطس وحمري على طول. بص، كل درج هحط فيه حاجة. يعني هنا هحط البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، واحاول اخلي كل درج الحاجة مخصصة بيه يعني. دي اول درج. ايدي تلجت، عايزة اقول لكم الدنيا يعني بتشتي بره اهي. فالجو تلج يعني. بصوا انا لقيت عندي ايه كنافه وجلاش، قلت والله حلوين لرمضان. ده من ايام الرخص دول من ايام ما كانوا يعني ب30، هم ما اعرفش دلوقتي بكام، انا جايباهم ب30 جنيه. انا جايبه الكيلو الجلاش ب30 وكيلو الكنافه ب30، ما اعرفش دلوقتي بكام بصراحه يعني. بس لسه من قريب قوي كان ب30، بس قبل ما الدقيق يغلى شويه. بس ما اعرفش دلوقتي الدقيق غلى، فاكيد اكيد يعني الاسعار علت شويه. فربنا يرحمنا برحمته يا رب العالمين. انا اصلا يعني اتفاجئت بالجلاش والكنافه دول، كنت ناسياهم خالص. ادي كده حطينا الفراوله، حطيت عليها كام لفه الجلاش كده. بصوا بقى، ببقى كده عارفه ان في درج فيه فراوله، درج فيه برتقان، درج فيه الخضار. فالحاجه اللي بتكون خلصت عندي فبكون عارفه ان انا خلصتها، علشان ايه، خلاص مش باينه يعني خلاص المكان بتاعها فضي. انا عادة بخلي درج اللي فوق للعيش عشان بحط فيه العيش يعني، بس للأسف ما كانش فيه مكان، فقلت خلاص هخليه في الفريزر بتاع التلاجة. مع ان يعني ايه زي ما قلت لكم غلباني. بس يعني ايه مش بحط فيه حاجات كتير يعني، بحط على استعمالي اليومي. ممكن جبنة موتزاريلا، ممكن مثلا حاجات باقية مني من الاكل او كده، فبحطها في علب صغيرة واحطها في الفريزر بتاع التلاجة. فالموضوع بيبقى ايه، الحاجات الاستخدام اليومي اللي هي هريسة الشطة، الحاجات دي كلها. هتقولي ما بتحطهاش في التلاجة من تحت ليه؟ ممكن احطه برطمان صغير، بس العلبة الكبيرة او البرطمان الكبير بحب احطه في الفريزر. بواقي بقى الحاجات دي كلها زي ما قلت لكم، ابني كان بيديني بسكوت بواقي الحاجات دي بقى هحطها في الفريزر اللي تحت.
انا بقى هحط القلقاس. بصوا بقى طبعا زي ما قلت لكم ما خدتش، فانا عملت ايه، حطيت من كل نوع خضار علبتين يكونوا بس جنب ايدي كده لو انا عايزاهم، ولما يخلصوا بقى هبقى اطلع اللي تحت او مفضي مكان يعني. ادي السلق بتاعنا. والله انا بحاول بقدر الامكان، ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من كده. بصوا يبقى انا حطيت ايه، حطيت درج فيه الطماطم، واحد فيه البطاطس، واحد فيه برتقان، واحد فيه فراولة، وواحد فيه خضار بس شكلته يعني كذا نوع خضار مع بعض، القلقاس، البسلة، الكوسة، الفاصوليا، كده من كل حاجة حاجة، وقفلته كده، ده اللي هو كان فوق. بس كده. بصوا انا طلعته، ده مش مكانه طبعا، مش مكان الفريزر، بس انا طلعته من مكانه علشان اولا اعرف يعني اصور معاكم، لان الطرقه اللي جوه اللي فيها اللي بحطه فيها بتكون ضيقه شويه، فما بعرفش اتحرك يعني. نديله بس تلميعه كده من بره. انا لسه مسحاه والله، يعني ما كانش مطرب قوي، لان ايه كنت لسه مسحاه. لمعي لمعي. حد بيعمل كده في السقعه دي؟ بس بما اننا يعني ايه مش هنفضل سايبين الحاجات كده، وان شاء الله باذن الله يعني الايام اللي جايه دي هيدخل علينا رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين، فمش هنبقى فاضيين نعمل اي حاجه يعني. بصي احنا بنعمل الفطار بالعافيه يعني. ف قلت اخلص كده حاجه حاجه قبل ما يخش علينا رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان. فهنا بصوا مسحت بقى كده ولمعته، بس طبعا هنشفه برضو يعني، اوعوا تنسوا تنشفوا الحته دي. او حد يجي يسألني على السعر، عشان السعر ده من 4 سنين، فاكيد اكيد اكيد دلوقتي اختلف، عشان انا بلاقي ناس في الكومنتات هو الفريزر سعره كام، بس انا من زمان خالص يعني كنت جايباه تقريبا ب6000 جنيه من 4 سنين. دلوقتي اكيد اكيد الاضعاف اضعاف اضعاف يعني. خلاص ادينا نشفنا الفريزر، هنرجعه بقى مكانه، وبعدين مش هشغله على طول، هسيبه بس يعني ساعتين كده ولا حاجة، وبعدين هشغله، لان احنا حركناه من مكانه، فده غلط ان احنا نشغله في نفس الوقت يعني. طبعا هو بيتجر كده، هو ليه عجلتين من تحت، فبيتجر سهل قوي. ادي كده حطيناه. انا حاطه جنبه السبنسر بتاع الميه، لسه كنت منضفاه على فكره يعني، يا دوبك انا خلصت تنظيفه. وعايزه اقول لكم بقى ايه، بظبطه ظابطه، بشيل القلب بتاعه من جوه، بغسله وبعمله بالخل برضو، وحاجه كده ايه فاخر من الاخر. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك بقى.